أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المغرب اليوم. واش شفتوا شنو وقع بمطار محمد الخامس اليوم؟ جزائري زرع الرعب بالمطار. لكن قبل ما نبداو ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتديروا لايك الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد أخبار المغرب اليوم. وفي التفاصيل، تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي المتواجد بمدينة الدار البيضاء من توقيف مواطن جزائري حامل لجنسية بلجيكية يبلغ من العمر حوالي 28 سنة، لكونه يشكل موضوع بحث ل5 أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية البلجيكية لتورطه في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة، حيث تم توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة إسطنبول بتركيا، حيث جرت عملية القبض عليه بقواعد ومعطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول أنه يشكل موضوع نشرة حمراء بطلب من المكتب الوطني المركزي ببروكسل، وذلك للاشتباه في تورطه في عدة نشاطات إجرامية تتنوع بين تكوين عصابة إجرامية وترويج المخدرات والاختطاف. وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني بالرباط مكتب الانتربول التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار نظيره بدولة بلجيكا بواقعة توقيف على ذمة مسطرة التسليم. شكرا لكم وأسعدكم الله. ما تنساوش تدعمونا في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.